خبر طلاق ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي وجدل بشأن الطلاق، كما أعلن النجمان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز طلاقهم، وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر حسابها على الانستجرام أعلنت الممثلة والنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز طلاقها من الممثل أحمد العوضي. وقالت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها في فيسبوك: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، وبيننا كل التقدير والاحترام. وكمان أعلن أحمد العوضي في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وهيفضل بيننا كل الاحترام والتقدير. وتداول عدد كبير من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين، معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثنائي الفني، خصوصا مع عدم وجود أي بوادر سابقة لخلافات بينهم. لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هي نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024. وعلق العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة: كذب المنجمون ولو صدقوا، مشككا في هذه التنبؤات ورافضا لها.